ده بيخليني انا والله ما بعرف انام. ده بيخليني نايم والله العظيم بقوم اتفزع. خليني بقى ادخل معاك في جزء تاني. انا نفسي عندي مستثمرين كتير جم تعاقدوا معانا في المشروع، وممكن اقعد يعني ممكن اقعد اقول لك على اسمائهم واحكي لك الستوريز بتاعتهم، وانت في منهم ناس نزلوا مصر مخصوص عشان يشوفوك. بيتعاقدوا مش عشان اسم الشركة بتاعتنا او علشان المصداقية بتاعتنا، قد ما هم بيستثمروا فيك كمستر محمد جمال، بسبب انك انت الثقة اللي انت بتقولها والامانة والمعايير اللي انت حاططها ليك، هي دي اللي بتنجح اي مشروع اسمك بيتحط فيه. فخليني مثلا اقول لك شويه امثله. عندك مثلا استاذ عبد الرحمن من اوائل المستثمرين معانا في المشروع بتاعنا بتاع سيوه. كان كل هدفه يقول لي انا مش عايز استثمر في اي مشروع ولا في اي ارض غير استاذ محمد جمال موجود فيها. عندك مثلا باشمهندس حازم، كان كل تفكيره وكل كلامنا وهو كان بره مصر، كانت كل حاجه ان هو يقول لي انا واثق في الاستاذ محمد جمال، انا واثق ان هو مش هيعمل حاجه غلط. حتى لما بنيجي نكلم المستثمرين ان احنا عايزين بعد الزراعه، بعد ما سلمناهم اراضيهم، ان احنا حابين انك انتوا زي مثلا نزرع لكم ذكور بدري، او نعمل لكم زيتون بدري، او حتى لما طرحنا عليهم فكره الانواع النادره، كانت اجابتهم كلها واحده. 99% منهم قال لك اللي انتوا شايفينه صح اعملوه. ايه السر بقى وراء الثقه الكبيره دي؟ بصي، احنا دايما يعني هو كل مستثمر بيجي ونلاقيه عنده توتر كده، لان طبعا راس المال جبان وراس المال فيه توتر. بنقول روح صلي استخاره. صح. لما بيصلي استخاره تاني يوم بنلاقيه جه على طول. فكلام الناس عن الثقه وعن السمعه وعن المصداقيه وعلى ان انا عايز ابقى موجود مع الاستاذ محمد، ده بيدينا، ده بيخليني انا والله ما بعرف انام. ده بيخليني نايم والله العظيم بقوم اتفزع. عشان عارف بتاع الشبكات عنده مجموعه حاجات لازم يشتغلها، بقوم اسال عليها. ده بيخلينا اتفزع واحنا بنفصل الفسايل. ابقى واقف بنفسي او حاطط اتنين يراقبوا على استلام الفسايل. خليني اتفزع لما اشوف، اما الاقي الاعمال الزراعه بتتم وابدا اكلم مدير الموقع واكلم الناس كلها. الاخبار الزراعه، اخبار القطاعات، اخبار السيمتريه، اخبار التتليت، اخبار المهندس المساحه واقف على الشغل ولا لا، علشان ابقى ضامن ان الشغل والهوجه الكتيره اللي بتتعمل في المنظومه التشغيليه تطلع لي منتج نهائي انا ابقى راضي عنه. رقم واحد. رقم اتنين، بيبقى عندي احساس ان المستثمر هيبقى راضي عنه، لان انا النهارده لازم احب الحاجه قبل ما فلان يجي يستلمها. فده بيخليني، او الموضوع ده بيلقي علينا يعني حجم كبير من التحديات وحجم كبير من الاعباء. ان اللي واثق فيكي ده لازم تبقي طول الوقت بنفس طريقة الاداء بتاعك وبنفس الثقة وبنفس السمعة وبنفس المصداقية، ان هو ما تتهزش، لان البني ادم عايش على سمعته.